هنتكلم عن أشهر 4 مدمرات في العلاقة، وده رأي دكتور جون جوتمان. قال لنا إن ال4 حاجات دول هم أكتر حاجة بتدمر العلاقة. أول حاجة فيهم وهي النقد، إن البارتنر اللي معاك طول الوقت يفضل ينقد فيك، ينقد في لبسك، في سلوكياتك، في طريقة تربيتك، في تعاملك مع الناس وهكذا. كمان التقليل منك، طول الوقت يقلل منك ويحسسك إنك مش كفاية، ويبدأ بقى بكلمات انت ملكيش لازمة، انت بتعملي ايه، انت مش موجود في حياتنا، وكلمات من الاشكال دي. فبتخلينا دايما نبقى حاسين ان احنا قليلين، وده بيدمر العلاقة. تالت حاجة الدفاعية، وده بقى بيستخدمه او تكنيك بيستخدمه واحد من الكابلز، يفضل يضغط على الطرف التاني لغاية ما يستفزه، وبعدها الطرف التاني يفضل يدافع عن نفسه طول الوقت، وده بيحط الطرف التاني ده تحت ضغط كبير، وتحت ضغط نفسي كمان. رابع حاجة بقى وهي المماطلة والحواجز اللي بينهم، ودي أنا بشوف إن هي أعلى درجة في المدمرات، لأنها بيكون حصل حاجز نفسي كبير ما بين الكابلز وبعض، وبيخلوهم دايما يبقوا بينفروا كده، مش عايزين يبقوا قريبين. فبالتالي لما يحصل أي مشكلة تلاقي هما الاتنين بيحاولوا يسوفوا، اللي هو طيب هنتكلم فيها بعدين. ودي من الدرجات اللي بشوفها كبيرة قوي أو عالية قوي مع البارتنرز.